اللي احنا بنتدرب عليها وبندرب العساكر عليها من ايام حرب 73. انا كنت رامي على الدبابه. الرامي ده اللي هو بيقعد جوه الدبابه ويحدد الهدف ويضرب. الدبابه اللي انا كنت تي 62 اظن انها من ضمن التراث العسكري في روسيا دلوقتي. فانا نشنت على الهدف وضربت الدنه الاولى، فجت بعيد عن الهدف بحوالي 200 متر. فضربت نشلت يعني ظبطت النشان، جت بعيد عن الهدف في نفس ال 200 متر بالظبط اللي هو انا ضربت الاولانيه في نفس المكان الثانيه. فسكت شويه كده ونزلت حسبت المسافه دي وخدتها بعيد، يعني بعيد على الهدف، يعني عملت بعيد على الهدف 100 متر، جت في الهدف. مدير السلاح كان عندنا زياره في الوحده، قمت سالته فراح قايل لي في طبعا اجهزه متطوره بيشتغل عليها ضباط في اماكن ثانيه، اسلحه متطوره. اخر صيحه انت ما تسمعش عن صفقات السلاح اللي بتتعمل مش عارف ايه، بس انا هجيب الجهاز المتطور واطلعه العسكري بيتجند فيبوظه لي. طيب لو انت عندك سلاح متطور بيشتغل عليه ضابط انت واثق فيه وبياخد مرتب عليه، انا متجند عشان اقعد على سلاح ما بيعملش حاجه، جايبني من بيتي عشان اعمل كده؟ People hoard equipment. The Egyptians would always complain we don't have parts for the American equipment. We don't have parts. But I visited they have along the Nile River, they have these huge caverns and where they keep spare parts. And I went in there and it's lined with all kinds of equipment, all kinds of spare parts. They just don't use them. They have this idea that if they use them, that when the time comes, they won't have them. So that hoarding, it was sort of like, if I give away all my stuff, then I don't have any power anymore. إن الكفاءة القتالية هي محصلة تفاعل عنصرين رئيسيين هما الفرد والمعدة. الفرد المؤهل والمدرب تدريبا راقيا على فنون القتال، والمعدة المتطورة الصالحة فنيا والملائمة لقدرات وإمكانيات الفرد ومسرح العمليات وطبيعة المعركة. تاني يوم وقفنا خدمة، رحنا عند التحصينات والناموس زي الجاموس قطعونا الأبرونات، والساعات بتفوت سنين والسكات مش مخلصين، والفطار الساعة 6 فول وسوس متلخبطين. طبعا جنة تلبك معوي واللي هيسأل فينا مين. مفيش وجه مقارنة بين ميس الضباط وميس العساكر. ميس العساكر أكل طبعا يعني فوق السايق للغاية، اللي موجود عاجبك مش عاجبك ما تاكلش. ميس الضباط حاجة تانية خالص، مكان نضيف قاعد فيه، أكل نضيف بيتعمل. من ضمن مثلا انتقام العساكر من الضباط ان هم العساكر اللي بيطبخوا في ميز الضباط مثلا هم بيطبخوا متفين في الاكل مثلا. هم من فتره لفتره يجي يقعد معاك قائد مثلا كده تشتكوا من حاجه رجاله، فكنا بنشتكي بنقول الاكل كميات قليله، الاكل وحش، الاكل مش عارف ايه الاكل، فيقول يا رجاله يعني انتوا دلوقتي في اللواء ده 3000 عسكري، 3000 عسكري لو انا اكلت العسكري بجنيه في اليوم، يعني انا هاكلك في اليوم ب 3000 جنيه وده لواء واحد، يعني هصرف عليك في الشهر 100000 جنيه. طب احنا في كام لواء في القوات المسلحه وفي كام عسكري في القوات المسلحه؟ طب انت بلدك اقتصادها ضعيف، هناكلك منين؟ بيقول لنا كده. معرفش بقى انت واخدني ليه اصلا. هل ده معمول يعني عن عمد ان هم يخلوا العسكري متعود ان هو ما ينفش من اي اكل او ما يقرفش من اي اكل؟ ما اعرفش. لو عايز تعودني على ان انا اكل اي حاجه هتاكلني لاي حاجه دي في وقت التدريب وبنفسيه معينه، بنفسيه المحارب، مش بنفسيه السجين اللي انت بتاكله اي اكل عشان ما يقدرش يعترض. وبعدين لو هو هياكل اي اكل، لو المفروض العسكري ياكل اي اكل، طب ليه الضابط ما بياكلش اي اكل؟ طب دول مش هيطلعوا المعركه سوا يعني. There has to be a division between officers and enlisted men. Otherwise, there's problems. You tend to lose respect for officers who are just, sitting next to you. But the food should be the same. That doesn't happen in the Egyptian army. طلبنا حاجه اسمها طلبه.
الطلبه دوت يعني مطلوب لخدمه. فطلب مجموعه من العساكر من الكتيبه ان هم يطلعوا طلبه. الصف ضابط او الشاويش بيقول للضابط اللي طالبنا، وظابط من كتيبه ثانيه مش من الكتيبه بتاعتنا، بيقول له بس يا فندم الساعه دي ساعه الغداء، فممكن يتغدوا وبعد كده يروحوا. قال له لا، يجوا دلوقتي. نفاجئ ان احنا رايحين ننظف المبيت بتاع ضباط، والضباط لان دي ساعه الغداء هم قاعدين يتغدوا، فاحنا واقفين قدامهم، وطبعا قاعدين في الميز بتاعهم حاجه كده محترمه يعني 5 نجوم، واحنا واقفين بره جعانين ومستنيين ان احنا ننظف لهم الزباله بتاعتهم. ففي ضابط واقف بره ما كانش بياكل، لمح ان العساكر واقفين كلهم وبيبصوا على الضباط وهم بياكلوا. لقيناه بيقول لنا ايه مش عارف للشمال در، فعملنا كلنا للشمال در بحيث ان احنا نبقى واقفين ايه ظهرنا للميز او المطعم اللي قاعد بياكلوا فيه الضباط، عشان ما نبصش على الضباط وهم قاعدين بياكلوا واحنا جابونا ننظف للضباط وما كلناش. فطبعا كان موقف انا اللي جابني ووقفني الوقفه ديت، يعني شعرت باهانه ما حسيتش بيها في حياتي كلها. يعني هو الجيش مبني على ضباط حربيه وضباط احتياط وصف ضباط والعساكر. الضابط ما بيتعاملش مباشرة مع العسكري، لازم يكون عن طريق صف ضابط. صف ضابط او الصول ده بيبقى واحد معاه مثلا اعداديه بيتطوع في الجيش. في كلمه كده في الجيش بتسمعها كتير، لما تيجي تقول له والله انا كنت بفكر، يقول لك بتفكر؟ سلامه عقلك من التفكير. الكلمه دي منتشره بين الصف ضباط الصف اللي هم المدربين، ضابط الصف المعلم. هو ده اكتر فئه حاسه ان هي مظلومه في الجيش، لانه لا هو ضابط له وضعه ومكانته واحترامه والناس بتحترمه، ولا هو عسكري بيقضي سنه ويمشي. هو حاسس انه بيتبهدل من كل الاطراف، الضابط بيهزقه ويحرجه قدام العساكر، والعسكري بيتجرأ ويرد عليه لو هو غلط معاه. ضباط الصف المعلمين هم الركيزة الأساسية لتطوير الأداء في الوحدات والتشكيلات، وشعارهم طبعا قعدتي كلها في الجيش، مش هبقى طبعا زي الضابط ولا، طبعا ده ظلم، بس اعمل ايه بقى يعني، اكل العيش وانا ما اللي شغال بره طالع عينه يعني. مع اني والله كنت شاطر في المدرسه وكنت بجتهد، بس ما تعرفش القرفه بقى من المدرسه خلتني اسيبها بقى، ويلا ده نصيب يعني، انما ده اكل العيش بقى نعمل ايه. The non-commissioned officer is really the bridge. He provides the glue which holds together a unit. If you do not have that professional non-commissioned officer corps, it doesn't matter how good the officers are. In many cases, that unit is not going to perform very well. العلاقة دايما ما بين العساكر وصف الضباط علاقة سيئة جدا. صف الضباط بيعاملوا العساكر معاملة مش حلوة خالص، ويقدروهم ويبهدلوهم. لا والله مش تعذيب ولا حاجة يعني. كنا بنقدرهم لما جبتهم في دماغنا. انا جيت على العساكر مرة انا افتكر، ايوه مرة الساعة 2 بالليل، كنا في عز البرد. العساكر وقفت في ارض الطابور، قلت لهم كله يقلع سكين، كله قلع طبعا، كله يقلع هدومه في عز البرد، انت عارف يعني حاجة صعبة. كل واحد نام على بطنه، ده بالامر. وجبت جيركن ميه كبته عليهم وخليتهم يلفوا ارض الطابور كلها. في صف ضباط بيبقوا تقدر تقول ان انت مؤهل عالي مثلا، بيبقى شايل منك وعايز يعمل لك اي حاجه، يكسر عينك بمعنى صح. يعني ضرب على القفا ماشي، شلاليط ماشي، لازم نمشي على العجين ما يلخبطوش. وبالذات بقى العيال اللي هم بتوع الكليات اللي هم جايين متنكين دول علينا ومفكرين نفسهم يعني محدش زيهم، مع ان نصهم بيشتغل سكات ونصهم شغال في المكاتب، مش بتوع جيش دول يا باشا. Often you did have an NCO with very mediocre educational level who was in charge of college-educated soldiers. Was not a good situation. كان عندنا صول دايما يقول ايه؟ اوعى تكون فاكر ان انت اذكى مني، لان انا اذكى منك من غير اي سبب. ما حدش تنطط عليه، ما حدش حاول يثبت له ان هو اذكى منه، لكن هو عايز يقول الجمله دي. الجمله دي بتريحه.
انت الجيش شغال بحاجه اسمها الاقدميه. اي حد اقدم منك هو له حق يامرك. الاقدميه ليها حاجه من اتنين، اقدميه بالوقت او اقدميه بالرتبه. كله يخاف من كله. العسكري يخاف من الصف ضابط ومن الضابط، والصف الضابط يخاف من الضابط. الجيش مبني على الخوف. السلسله دي بقى بتنتهي بمين؟ اللي ما يقدرش يهزق اللي تحته لان ما فيش تحته. بتنتهي بالعسكري اللي هو قابل لكل انواع الكبت والضغط اللي متعرضها له السلسله دي، ان هو يمتصها وما يديهاش لحد. العسكري ده زي السوسته، طول ما انت ضاغط عليها اكتر انت متحكم فيها.